ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم في حلقه جديده غادي نقدم لكم كيكه بلا بيض. كنحتاجو في المقادير كاس لاروب نتاع الزيت، كاس لاروب سكر، كاس لاروب حليب، وكاس نتاع الليمون معصور للتشين، ونص ليمونه محكوكه للتشين نيت، الدقيق حسب الخليط، وجوج خمارات. كنبداو على بركه الله. اول حاجه شنو تنديرو؟ تنجيبو الحليب تنخويوه معنا في قدر جبانه اللي درنا من قبل، غادي نستعملو للتشين، سكر والزيت. بسم الله كنخلطوهم حيت ما كيكونش البيض كيجي ساهل في التخلاط. كنضيفو الليمون. انا ما تتعجبنيش المذاق ديالو بزاف، ما غاديش نديرو كامل، غادي نقص. بالنسبه اللي كيعجبو المذاق نتاع الحامض ديال التشين محكوك يديرو كامل. وغنخويو الدقيق حسب الخليط. هي كيكه ساهله كتجي زوينه، يعني كتستغني على البيض، كتجي مفشفشه. ويمكن لك ديريها نتاع الشكلاط، غير تاع الشكلاط كتستغني على العصير، وكديري الا كان كيعجبك المذاق نتاع القهوه كديري كاس لاروب نتاع المدافي، وكديري فيه معلقه ونص نتاع قهوه سريعه الذوبان وصافي. ونفس المقادير هي كتنقصي كتزولي. هذا انا ندير الفران يسخن. كنخلطو. انا جاني الخليط هو هذاك. غادي نضيفو جوج خمارات. من بعد باش كتكوني عارفه القياس نتاع الدقيق اللي غادي تستعملي، كتغربلي الدقيق مع الخماره. انا ما عارفاش القياس على حسب الخليط، راكم عارفين الكيكه على حسب الخليط. صافي بحال هكا كتجي. انا وجدت لاطه فاش غادي نصاوب المول تاع الكيكه. هذا تيهز 4 البيضات. انا درت لكم قياس نتاع 4 البيضات على حسب المول. الا كان كيهز 6 البيضات كديروا كاس من الحاجه وكاس ونص نتاع التشين. نخوي الخليط. هي جايه العجينه ديالها فحال ديال الجينواز. من بعد ما خلطناها كنخويوها في المول ديالها، كنكونوا دهناه بالزيت اولا بالزبده وترشوا عليه الدقيق، وكنخويوها. غادي نخشيوها في الفران على درجه حراره 180. نطيبوها من التحت، بعدا نوليو نطيبوها من الفوق واحد مده نتاع 30 دقيقه 20 دقيقه هكاك 25 دقيقه. المهم غير كنشوفوها طابت لنا كنخشيو فيها السكين. سيداتي سادتي، من بعد ما طابت درت عليها السكر الثقيل صافي. هي واخا ما كتجيش منفخه بزاف هي كتجي زوينه بزاف. كنتمنى تعجبكم. يمكن لكم تفزقوها بالعصير نتاع الليمون
وتسوقوها بالليمون معسل اولا شي حاجه بحال هكا. انا فضلت نكتفي غير بالسكر ثقيل. كنتمنى تعجبكم واش هي طيبه. شكرا.